كل دوائر المغرب. للمرة الثانية أعود وأقول للشعب المغربي: انتظروا المفاجأة الرياضية القادمة التي سيحققها الفريق المغربي خلال الفترة القادمة بمونديال حلو. 2026. أنت الجميع ظن أن ملحمة قطر كانت مجرد صدفة، والبعض قال إنها طفرة لن تتكرر. لكن ماذا لو أخبرتكم أن ما رأيناه في الدوحة لم يكن إلا المقبلات لما سيحدث في صيف 2026؟ ليلى عبد اللطيف، المرأة التي يرتعد الكثيرون من دقة توقعاتها، خرجت عن صمتها لتفجر مفاجأة لم تكن تخطر على بال أحد. لم تتحدث عن تمثيل مشرف ولا عن خروج بكرامة. ليلى عبد اللطيف تحدثت عن الذهب. نعم، كما سمعت. الكأس الذهبية التي لم تلمسها يد عربية أو إفريقية قط، يبدو أنها في طريقها إلى خزائن الرباط. ابقوا معنا في هذا الفيديو لأننا سنكشف لكم بالتفصيل ماذا رأت ليلى في رؤيتها لمستقبل أسود الأطلس، ولماذا قالت إن العالم سينحني للمغرب في 2026. في آخر إطلالة لها مع بداية هذا العام 2026، سئلت ليلى عن حظوظ المنتخبات العربية في المونديال القادم في أمريكا وكندا والمكسيك. ساد صمت لثوان قبل أن تقول بلهجة واثقة: أرى المغرب يتصدر المشهد العالمي، أرى دموع الفرح تملأ القارات الستة، المغرب سيفعلها. ليلى لم تكتفي بهذا، بل أضافت تفاصيل مرعبة. قالت إن المنتخب المغربي سيهزم دولة عظمى كرويا، دولة من الوزن الثقيل كانت مرشحة للقب، بنتيجة ستظل تدرس في كتب التاريخ. وأكدت أن الشوارع في المغرب لن تنام لأسابيع، وأن ملك المغرب سيستقبل الأبطال استقبالا لم يشهد له التاريخ مثيلا منذ استقلال البلاد. لكن هل كلام ليلى مجرد أوهام؟ دعونا ننظر للواقع. نحن الآن في عام 2026، والمنتخب المغربي تحت قيادة وليد الركراكي أصبح يمتلك ترسانة بشرية لا تقهر. بعد دمج المواهب الشابة التي تألقت في أولمبياد باريس والنجوم الذين اكتسبوا خبرة مريرة من المونديال السابق، أصبح الأسود يمتلكون أقوى خط دفاع وهجوم في القارة السمراء. المحللون الرياضيون العالميون بدأوا يلاحظون شيئا غريبا: المغرب لم يعد يلعب كفريق يبحث عن الفوز، بل يلعب كفريق يفرض سيطرته. هل تتذكرون ماذا قالت ليلى عن الرجل الذي سيقود المغرب للمجد؟ لقد وصفت شخصية قيدية فذة ستكون هي المحرك الأساسي في غرف الملابس. فهل تقصد الركراكي أم أن هناك مفاجأة في الطاقم الفني؟ الخبر الأكثر تشويقا في توقعات ليلى عبد اللطيف هو حديثها عن المباراة النهائية. ليلى قالت بالحرف: أرى العلم المغربي يرفق بجانب أقوى علم في العالم في المباراة الأخيرة. هذا التصريح جعل الملايين يحللون: هل سنرى نهائي بين المغرب والبرازيل؟ أم المغرب وفرنسا من جديد؟ الأكثر إثارة هو قولها إن المغرب سيحصل على دعم كوني، أي أن كل شعوب الأرض من آسيا إلى إفريقيا وحتى أمريكا اللاتينية ستشجع المغرب في هذا النهائي وكأنه منتخب بلادهم. إنها طاقة النجاح التي تحدثت عنها ليلى، والتي وصفتها بأنها ستكون أقوى من أي خطة تكتيكية. في النهاية، نحن نعلم أن كذب المنجمون ولو صدقوا، ولكن لا يمكننا تجاهل أن المغرب اليوم يعيش أزهى عصوره الكروية. ليلى عبد اللطيف وضعت سقف التوقعات في السماء. فهل يفعلها حكيمي ورفاقه ويجلبون الكأس للمرة الأولى إلى أرض العرب؟ أم أن المونديال سيخالف كل التوقعات؟ أنتم يا عشاق الأسود، ما هو شعوركم؟ هل تشعرون فعلا أن 2026 هي سنة المغرب؟ شاركونا في التعليقات، ولا تبخلوا علينا بلك إذا كنتم تثقون في قدرات منتخبنا، واشتركوا في القناة لأننا سنغطي معكم كل لحظة من الطريق نحو المونديال. ديما مغرب.